الفترة دي في تطورات مهمة جدا في تنفيذ مشروع مترو أبو قير في أكتر من موضع وفي أكتر من مكان. بيكون في تطورات جديدة حابين إننا نتابعها مع حضراتكم زي ما تعودتم معانا إننا بنتابع معاكم كل جديد في محافظة اسكندرية. إزالات المحلات اللي في حرم مسار قطار أبو قير، إيه اللي تم فيها وإيه اللي بيتم دلوقتي؟ مكان المحطات الجديدة والمستحدثة على مسار قطار أبو قير واللي تم البدء العمل فيها، اختبارات الأحمال واللي بتتم في أكتر من مكان دلوقتي. تطورات كتير بتحصل الفترة دي هنتابعها مع حضراتكم النهاردة. لو بتشوفوني لأول مرة ومهتمين تعرفوا إيه اللي بيحصل في اسكندرية، ياريت تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل جديد. وما تنسوش زي ما تعودنا لايك للحلقة وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود ويلا نبدأ. من أكتر من سنتين ولما بدأنا نتكلم عن مشروع مترو أبو قير، واتكلمنا في الحلقة اللي قدام حضراتكم دي عن المباني اللي في حرم قطار أبو قير، ما كانش حد مصدقنا إن في مشروع هيتم تنفيذه أصلا. ومع مرور الوقت ودخول مشروع المترو في حيز التنفيذ وبدأت الأعمال تبان على أرض الواقع، كان في تحذيرات كتير وتنبيهات لشاغلين المحلات في مسار قطار أبو قير، واللي بيتم دلوقتي تحويله لمترو كهربائي علشان يقوموا بإخلاء المحلات اللي بتعيق تنفيذ مشروع المترو الجديد. وكون ان المحلات دي اصلا ايجار، معظمها تم تأجيره من هيئة السكك الحديد، وكتير منها كمان عقودها انتهت. والمحلات اللي لسه ما انتهتش مدة حق انتفاعها، لان في بعض المحلات ممكن تنتهي في 2026، هيتم رد باقي القيمة الإيجارية ليهم. الأسبوع اللي فات تم إخلاء المحلات اللي موجودة في منطقة العصافرة نتيجة التحذير النهائي من حي المنتزه لشاغلين المحلات دي على أن يتم البدء في هدم المحلات في شهر أكتوبر. وبالفعل امبارح تم هدم حوالي 56 محل في منطقة العصافرة من ناحية مبرة العصافرة، ومن المتوقع أن يتم إزالة باقي المحلات وعددهم حوالي 22 محل واللي لسه متواجدين في المكان ده. التطورات في تنفيذ مشروع مترو أبو قير بتتم كل يوم وفي أكتر من مكان مختلف في وقت واحد، وده علشان يتم الإنجاز في أسرع وقت. من المنظرة للعصافرة تم الانتهاء من الأعمدة اللي هيتم تركيب عليها جسر المترو واللي هيمشي عليها مترو أبو قير. مترو أبو قير اللي تم تحويله من قطار ديزل لأول مترو كهربائي في محافظة اسكندرية. والصور اللي قدام حضراتكم بتبين الأعمال اللي بيتم تنفيذها ما بين محطة فيكتوريا والرمل الميري اللي هيتم إلغاء محطتها، ودي الأعمال اللي بيتم تنفيذها ضمن منطقة وينجت. ومعروف إن المسار في منطقة وينجت هيكون سطحي وهيستمر سطحي لبعد محطة كفر عبده المحطة المستحدثة واللي هتكون بعد محطة وينجت، وهيبدأ علوي في أول محطة علوية محطة الظهرية. والخريطة اللي قدام حضراتكم بتوضح الجدول الزمني لتنفيذ المترو. في سبتمبر 2023 تم توقيع عقود المشروع، وتم إيقاف قطار أبو قير في يناير 2024. في فبراير 2024 تم هدم مسار القطار. إن شاء الله في يوليو 2025 هيتم عمل اختبارات للقطار الأول. في يناير 2026 هيتم تسليم ورشة العمارات الجسيمة واللي مكانها في أرض شركة النحاس بمنطقة وينجت. وفي يوليو 2026 هيتم تسليم الوحدات المتحركة الخاصة بمشروع مترو أبو قير، واللي بيتم حاليا اختيار تحالف من 3 يقوم بتوريد الوحدات دي. التحالفات ال3 هي كافي الأسبانية وCCN الصينية وترانس ماس الروسية. النهاردة بيتم إزالة محلات عند مدينة فيصل من ناحية الأكاديمية بعد ما تم البدء في أعمال الحفر الخاصة بإنشاء محطة ميامي. كل يوم في جديد في مشروع مترو أبو قير وفي اسكندرية بشكل عام، ودورنا إننا نوضح لحضراتكم إيه اللي بيحصل في اسكندرية علشان تفرحوا معانا بمشاريعنا الجميلة والجديدة اللي بنفرح بيها وبتحسن حياتنا للأحسن. كمان لو حضراتكم حابين تتابعوا معانا كل جديد في اسكندرية ويجيلكم إشعار بكل المتابعات الجديدة، تقدروا دلوقتي تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، القناة المهتمة بكل ما يشغل بال الشارع السكندري. وياريت زي ما تعودنا لايك للحلقة وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود وشكرا لكم.